بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل جولة معاكم في الشقة بتاعتي المتواضعة كده. بس بالله عليكم قبل ما تدخلوا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الإشعارات الجديدة. أنا بشكركم جدا على فيديو المطبخ، على تعليقاتكم جميلة. بشكركم قوي من كل قلبي صراحة. التعليقات كانت حلوة جدا على المطبخ، وقلت دلوقتي شجعتني اعمل لكم بقى جولة في شقة، عشان انتي لو شقتك صغيرة تاخدي افكار كده وتتفائلي ان في ناس كتير عايشة زيك في حتت ضيقة برضو ومنظماها وراضية وعايشة ومبسوطة وكل حاجة، علشان نتعلم نرضى باللي ربنا قاسمهولنا. يعني انا كنت عملت لكم الجولة دي قبل كده في القناة القديمة. الناس اللي متابعاني وكانت معايا في القناة القديمة كنت عاملاها لكم قبل كده، بس انا قلت ارجع اعملها تاني لاني عملت شوية تعديلات حلوة جدا في الشقة، وكنتوا دايما بتطلبوها مني، يعني يا لولو اعملي كذا واعملي كذا، واقول لكم ربنا يسهل ربنا يسهل. فالحمد لله الحبة اللي انا سبت فيهم القناة عملت فيهم شوية تجديدات كده، وقلت بقى لازم اعمل لكم جولة جديدة بقى ايه بالتجديدات وبالحاجات الحلوة اللي انا عملتها، ويا رب تعجبكم. بس زي ما بقول لكم بالله عليكم شجعوني بس واشتركوا، دوسي على كلمة اشتراك وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديدة، واعملي لايك يبقى فضل منك كبير يعني. تعالوا بقى اما اوريكم. بصوا احنا داخلين عند باب الشقة اهو، ده باب الشقة كده اهو. هقلب الكاميرا بقى واوريكم بقى ايه. اول ما بتدخلي من باب الشقة بتلاقي السفرة كده قدامك اهي. دي سفرتي بقى ايه، صغيرة كده 4 كراسي. سفرة متواضعة جدا خالص. انا طبعا الكرسي الرابع ده كان المفروض يبقى هنا، بس هو هيضيق الدخلة، فانا حطاه هنا، وساعة ما بنيجي ناكل بنشيله ونحطه في مكانه عادي. بس ما دام ما فيش اكل بنركنهم الاتنين على الحيطه كده. في ناس كتير قالوا لي يا لولو استغني عنها مضيقه المكان وكده في الفيديو القديم، بس أنا بصراحه ما اقدرش استغنى عنها لان احنا يعني بناكل عليها، فهي بصراحه بالنسبه لنا مهمه جدا. انا ممكن اكل على الارض عادي، ما عنديش مشكله انا وولادي، بس جوزي الصراحه ما بيعرفش يقعد في الارض، فهو متعود بياكل على الترابيزه، فلازم يبقى في ترابيزه ياكل عليها، فهي مهمه قوي بالنسبه لي. وهي صغيره جدا، انا حاسه ان هي كده مش واخده مكان ولا حاجه. طبعا انا جبت لها مفرش جديد. ده ما اول مره هتشوفوه معايا. انا كنت قبل كده عامله لها المفرش الجلد ده بناكل عليه عملي جدا وبيتمسح وبيتلمع وكل حاجه. جبت لها بقى المفرش ده كده، ده بشيله ساعه الاكل وبناكل على اللي هو الجلد. وجبت كمان الفازه الجميله دي. بصوا دي بقى الفازه دي عجباني جدا، يا رب تعجبكم انتوا كمان. بصوا، وجبت لها الورد الساده الجميل ده، ورد ابيض كده، قلت علشان يليق على المفرش ويليق على الكراسي، يعني يمشي كده حاجه هاديه سيمبل خالص. وبصوا الفازه لونها لون شامبين كده، قريبه من لون الكراسي. زي ما قلت لكم حاولت يعني انسق الالوان على قد ما اقدر، يعني على قد معرفتي كده. فجبت الورد ده ابيض، والفازه لونها لون شامبين كده، واخده من لون المفرش ومن لون الكفر بتاع الكراسي. الكفر ده حلو جدا عندي من زمان الصراحه، بقاله عندي سنه تقريبا او اكتر. انا كنت جايبه الاول اللي هو القطن ده، وحش جدا، بينسل في الغسيل. غير القطيفه ده بصراحه حلو قوي، لو لقيتيه جيبي منه، بقالي سنه بغسل فيه زي الفل. ده طبق فاكهة عادي بتاعنا كده، ما تاخدوش في بالكم. انا دايما بحطه على السفرة كده علشان الولاد، وانتوا عارفين ان الموز والبرتقال والسفندي والكلام ده مش بيحط في التلاجة يعني، فبسيبه قدام الولاد كده. اهي ده الركن كده اللي فيه الترابيزة بتاعتنا. تمشي كده اهو، ايدك الناحية التانية. بصوا بقى كان في هنا ايه لحبايبي اللي كانوا متابعيني، كان في هنا النيش وترابيزة جنبه صغيرة اللي عليها التليفون والراوتر ده. انا جبت جنبه هنا الكنبه دي كانت عندي اصلا، بس جددتها بقى ايه في فرش جديد. عملت لها، بصوا عملت لها فرش جديد، وعملت لها تكايات جديده فرو كده. طبعا الفرو ترند بقى والناس كلها بتجيب فرو، فقلت يا بنتي قالوا اشمعنى انت جيبي لك ايه تكايتين فرو كده، وواحده تانية لونها مشجر كده عشان تمشي مع الفرش ده. وطبعا استغنيت عن الترابيزه، فحطيت التليفون والراوتر هنا على حرف الكنبه كده. يعني مش بيقع ولا حاجه لان الكنبه عريضه وكده، ومش بنقعد في الحته دي كتير لان ملهمش مكان. اهو حطيت الكنبه هنا وشلت النيش خالص من هنا. كان في ناس كتير بتقول يا لولو استغني عن النيش، بس انا زي ما قلت لكم النيش مهم بالنسبه لي علشان
الصيني والحاجات بتاعتي الزياده هحطها فين؟ وما عنديش مكان في المطبخ وانا بستخدمها، وحرام احطها في كراتين هتتكسر. لو عندي مكان في المطبخ والله كنت عادي استغنيت عنه، انا ما عنديش مشكله في النيش خالص. بس انا بقى ايه، نقلته في حته تانية خالص، وفضيت الصاله عشان تبقى فاضيه زي ما قلت لكم ايه للكنبه، احطها الناحيه دي وتوسع القعده. فوقيها بقى جبت 3 براويز دول، قول والله احد وقول اعوذ برب الفلق وقول والله احد. اهو التلاتة دول حطيتهم كده، والنتيجة دي عندي من السنة اللي فاتت بتاعت مكتوب عاملاها انا، مكتوب عليها اسامي ولادي ريماس ومصطفى اهو. جبت لها ورق جديد بس السنة دي. نروح بقى الناحية التانية كده، هتلاقوا بقى ايه الكنبة الجديدة. عملت كنبة جديدة اهي، خدت مقاسها بالظبط وعملت على قد الحتة. يعني انا قلت للراجل عايزة كنبة مقاس 170 سنتي على اساس الطول ده بالظبط، فعملها لي بصراحة، عملها لي اللي هي الجديدة الجلد المقلوب دي، وبتتفرد سرير وفيها صحارة. وبصراحة عملها، مش عايزة اقول لكم السكين بصوا القماشة بتاعتها ناعمة وجميلة جدا، والسفنج بتاعها حلو قوي. يعني هو بصراحة يعني كلفها وقال لي عشان تعيش معاكي وتستحمل الولاد والهرس والكلام ده، لان انا قلت له انا عاملاها للمعيشة يعني القعاد وكده. جبت لها برضو تكايتين فرو كده زي الكنبة الاولانية، وجبت لها برضو فرش نفس الالوان بالظبط بصوا علشان يبقوا الاتنين زي بعض كده. وحطيت على ايديهم هما الاتنين القديمه اللي كانت عندي بتاعه الكنبايه دي، علشان الولاد برضو ما يحطوا ايديهم وكده ما يسندوا ما يبهدلوليش الدنيا. وحاولت اجيب الوانها، يعني انا طبعا مش هعرف اجيب نفس الالوان دي بالظبط ولا نفس القماشه دي بالظبط، بس حاولت اجيب الالوان يعني قريبه منها عشان يبقوا الاتنين ايه مش مختلفين قوي عن بعض. وطبعا الديكور ده كان عندي اللي هو السداسي ده كان عندي اصلا من قبل كده، وفوقيه الساعه اهي، الساعه بتاعتنا طبعا واقفه. وكمان نسيت اقول لكم ان انا بيضت الشقه كمان. بصوا عملت يعني الوان فاتحه بقى، بصوا عملت لون فاتح اهو، بيضتها كده. هي خدت وش نظافه بس بجردل بويا واحد، يعني ما كلفتنيش كتير. انا جبت جردل بويا واحد وعملت وش نظافه عشان هي كانت مش محتاجه غير وش نظافه، وفتحت اللون شويه عشان قلت ايه يوسع المكان معايا. والنجفه هي اصلا يعني اهي. وبصوا كمان جبت الناحيه دي بقى الشاشه اهي، جبتها بقى الناحيه دي علشان اللي يقعد هنا واللي يقعد هنا يشوف الشاشه. وتحت الشاشه حطيت الترابيزه دي حط عليها الصب ده، بنشغل عليه قرآن بقى وبنشغل عليه اللي احنا عايزينه. والطبق ده فيه بقى شواحن الريموتات، شريط برشام مش عارفه ايه والطفايه وكده. حتى تحتيه باسكت وازازه الميه اللي بنستخدمهم على طول. وجنب الشاشه كده حتى الكشاف بتاع لما النور بيقطع وعليه ليد، شريط الليد ده بنوره ساعات بالليل بيبقى نوره حلو جدا، وتقعدي فيه بقى كده يعني هدوء اعصاب. انا حاسه كده ان القعده بقت حلوه قوي ووسعت. واللون ايه رايكم في لون البياض؟ بصوا انا فتحته، الناس اللي كانت متابعاني قبل كده فتحت اللون شويه، خليته لونه عامل زي الكريمي كده اهو. بصوا حاسه ان الكنب عامل مع بعضه برضو ايه تناغم كده، ان اللون مش شاذ عن بعضه ولا حاجه. مع ان انا لو كنت غيرت التنجيد بتاع الكنبه القديمه وعملتها زي الجديده كان هيكلفني، وهي كانت جديده وحالتها كويسه. فانا حاولت بس اقرب المسافات كده واحط تكايات لون واحد وفرش لون واحد عشان اقرب الدنيا يعني. بصوا اهو بصوا كده والسفره اهي. حاسه ان المكان وسع وبقى فيه مكان للقعاد اكتر، وفي حته في النص كبيره اهي ساعات بنقعد فيها. تعالوا كمان اوريكم حاجه جديده انا جبتها. الناحيه دي بقى كان عندي جزمه اصلا الناحيه دي، بس كانت قديمه صراحه ورفوفها كانت متكسره وكده، فجبت واحده جديده. بصوا الجزمات دي نازله جديده اللي هي الطويله دي، حلوه قوي. بصوا عامله زي الدولاب، يعني الراجل قال لي في ناس بتاخدها دولاب. مش عارفه الاضاءه مالها، استنوا كده اظبط لكم الاضاءه شويه. في الراجل قال لي في ناس بتاخدها تعملها دولاب، وفي ناس بتاخدها تعملها جزامه، وفي ناس بتاخدها تعملها دولاب خزين. يعني هي حلوه جدا وتنفع في حاجات كتير. بصوا بس انا بس عشان مش عايزه اظهر في المرايه، هي وشها مرايه كده، ومن تحت بصوا تعالوا اما اوريكم كده من تحت اهي درجين حاطه فيهم الشرابات، ده واحد وده واحد اهو، حاطه فيهم الشرابات. عمليه جدا وواسعه جدا وجميله وبعجل بتتزق ومش واخده مكان خالص، يعني هي كلها 40 سنتي عرض يعني. فانا قلت له عايزه اصغر حاجه عشان انا ما عنديش غير هي. بصوا الحته دي اللي جنب السفره وعلى دخله المطبخ، فانا كنت عامله فيها واحده قبل كده
ما كانتش واخده مكان، كانت اللي هي الرفيعه اللي بدرجها بتتقلب دي. فالراجل قال لي دي نظام جديد نازل لسه وما بتاخدش مكان خالص. بصوا قدام مرايه وتحت الادراج كده، وتعالوا افتحها لكم كمان. بصوا بس هي طبعا الولاد مبهدلين الدنيا فيها. انا فوق حاطه فوقيها ورد كده ودباديب كده فوقيها بس. وبصوا كذا رف، 1 2 3 4 5 6 كمان باللي تحت. بصوا واخده حاجات كتير جدا. يعني انا كان عندي الجزامه وكان عندي كمان زي جزامه خشب صغيره كده في البلكونه، كنت مليهم الاتنين شوزات وحاجات قديمه. انتوا عارفين ان احنا 4 تنفار يعني. فالصراحه دي بقى لمت كله، يعني دي خدت كل الحاجات. هي طبعا مش مترتبه قوي، هي عايزه تترتب وتتروق، احنا بنحط فيها كده يعني. فانا عايزه من يوم ما جبتها الصراحه عايزه اظبطها تظبيطه حلوه كده. نبقى نظبطها برضو مع بعض مره وننضفها مع بعض مره عشان هي مش متظبطه. بصوا بس، بصوا حجمها قد ايه. يعني دي فكره هايله جدا للناس اللي ما عندهاش مكان. فكره حلوه جدا. الناس اللي ما عندهاش مكان تحط فيه جزامه تجيب الشكل ده بصراحه حلو قوي. انا كمان عشان المرايه مش عارفه اوريها لكم. بصوا حلوة جدا. وجبت كمان ستارة لباب المطبخ اهي. الستارة جبتها لون كافيه، لون بقى ايه الكراسي بتاعت السفرة ولون المفرش والكنب وكله. يعني هتلاقوا عندي اكتر الريسبشن كده كله كافيه وبني. فما حبيتش اجيب اي حاجة شاذة الوان مختلفة عشان يبقى كله زي بعضه. حتى الجزامة كان في منها ابيض، قلت لا هيبقى الابيض غريب جدا مش هيمشي معايا. جبتها برضو بني عشان تمشي مع العفش كله وكل حاجه في الريسبشن بني وكافيه، فمش هينفع اخلف الصراحه. اهو تعالى اوريكم نظره كده عامه كده. بصوا بصوا الجزمه من الجنب ده اهي. بصوا كده تهيالي ان المكان اتغير يعني 180 درجة صح كده. حتى قارنوه مع الفيديو القديم، الناس اللي اتفرجت على الفيديو القديم هتحس ان المكان اتغير جدا. وفرشت كمان السجادة دي كانت عندي، دي من اول ما كنت متجوزة بيها الصراحة. من اول ما سكنت هنا مش عايزة افرشها لانها تقيلة وكبيرة وصعبة جدا في الشيل والحط والغسيل. بس قلت بما اني جددت بقى افرشهم بقى، لانهم خسارة محطوطين ورا الباب ما بستفادش بيهم باي حاجة. ففرشتها وقلت بقى يعني ايه كل كام شوية كده الله المستعان نقدر نشيلها، وبعدين نبقى ننزلها المغسلة نغسلها لانها مش هتنفع تتغسل في البيت. بس طبعا عشان حروفها بيضة بتتوسخ من اقل حاجة. انا حاطة عليها كفر يعني، بس شلته لما جيت اصور. بس هرجع احطه تاني لان الولاد بيقعدوا هنا كتير هيبهدلوا الكنار الابيض ده. وانتوا عارفين ان احنا في الشتاء يعني مش هنعرف نغسل ونعمل حاجة اليومين دول. فانا قلت ايه افرشهم طول الشتاء وفي الصيف نبقى نشيلهم ونفرش الحاجات الخفيفة اللي عندنا. ايه رأيكم بقى؟ قولوا لي بالله عليكم المكان عجبكم والتغييرات اللي انا عملتها للناس القديمة والناس الجديدة اللي اول مرة تشوف الجولة. لو في اي حاجة قولوا لي رأيكم. وبصوا الوان البياض كمان قولوا لي رأيكم في اللون ده. يعني حاجات بسيطة خالص وهادية ومش عاملة مؤفورة ولا اي حاجة. بيت شبه بيوتنا كلنا المصريين، بيت عادي جدا زي شققنا كلنا. رغم ان مساحته صغيرة جدا بس انا موظفة المكان على قد الحاجات اللي عندي بالظبط ومستغلية كل نقطة فيه اهو. تعالوا بقى بصوا، يعني نسيبنا من الصالة بقى نروح الناحية دي اوضة الولاد. اوضه الولاد انا ما غيرتش فيها اي حاجه يعني للناس اللي كانت متابعاني قبل كده، والناس الجديده بقى هي اوضه ما شاء الله كبيره يعني، فواخده حاجات كويسه. برضو السجاده دي زميله السجاده اللي في الصاله، دول اللي بقول لكم كنت شايلاهم طلعتهم بقى فرشتهم. هم حلوين جدا بس هم مشكلتهم ان هم كبار وتقال فصعبين جدا في الغسيل. قلت زي ما قلت لكم كده افرشهم وارجع وابقى انزلهم يتغسلوا. بحط عليها كفر برضو عشان هي فاتحه العيال هيبهدلوها. حاطه سرير كده اهو لابني، ده سرير ابني وده سرير بنوتي كده اهي. وحاطه في النص المكتب حاطين عليه حاجتهم بقى وكومودينو ده ملوش مكان فاحنا حاطينه تحت المكتب كده. هو والترابيزه دي كانت في الصاله فملهاش مكان فانا حاطاه تحت المكتب كده لو عوزناها نشيلها لانها خفيفه يعني. ركناها كده والباسكت اهو وحطيت لهم شاشه صغيره هنا بدل الشاشه اللي احنا طلعناها بره. كانت الشاشه الكبيره اللي بره في الصاله دي كانت هنا، فانا طلعتها بره في الصاله وحطيت لهم شاشه صغيره عشان ايه لما يقعدوا هنا يتفرجوا اهو. وبرده غيرت اللون، اديت الاوضه وش نظافه كده. قلت بالمره بقى وانا بعمل الشقه بس الاوضه دي نفس اللون يعني ما خلفناش كتير عن اللون القديم. هي الصاله اللي فتحتها بس شويه.
اهو. وهنا بصوا المروحه عامله لها كفر اهو، وده البرقع ده اللي على البلكونه، بس مش عارفه الاضاءه مش حلوه. استنوا بس كده اهو، بصوا كده ده البرقع اهو بتاع البلكونه، ووراه حاطه ترابيزه من اللي بتتفتح وتتقفل، ركناها كده ورا الستاره اهي. دي ساعات بنحطها في النص كده بين السريرين في رمضان، وكنا نقعد نتفرج على الشاشه وناكل برضو، او لو عندي ضيوف ناس تاكل هنا وناس تاكل هنا، انتوا فاهمين. بتنفعني برضو الترابيزه اللي بتتفتح وتتقفل دي اهو. يعني ما غيرتش حاجه غير اني فرشت بس السجاده الكبيره دي. تعالوا بقى اوريكم بقى النيش حطيته فين اهو. النيش حطيته كده في اوضه الولاد، ركنته هنا مكان الديب فريزر. لو الناس القديمه بقى عارفه ان كان في هنا الديب فريزر، ركنت النيش مكانه وشلت الديب فريزر جنب الغساله في اوضه النوم. ودي التلاجة وده دولاب الولاد اهو. بس انا يعني واخدين من ورا الباب حته اهو. ده دولاب الولاد كده، واخدين من ورا الباب حته كده وحاطينه دولاب صغير خالص، بس هو الصراحه لامم لي حاجات كتير. وفوقيه حاطه السماعه دي عشان الولاد لو حبوا يشغلوها مع الشاشه ولا حاجه. وعامله لهم رشاقه معلقه لهم فيهم هدومهم. والتلاجة بتاعتي اهي وجنبها النيش. وبرضو الاوضه واسعه اهي الحمد لله، يعني فيها مكان للقعاد برضو ولعب الولاد وكده اهي. وبصوا الناحيه دي البلكونه. طبعا انا مقفله البلكونه. في ناس كتير قالت لي في الجوله يا لولو شيل الحيطه تبقى البلكونه على الحيطه وخلاص، توسع معاكي الاوضه. بس بصراحه لقيت الموضوع هيبقى مكلف جدا، وهيبقى كمان يعني هدد بقى وشيل وحط وانتي ساكنه في الشقه، الموضوع صعب جدا. انا مش عايزه اقول لكم يعني لما جيت ابيض الشقه اديها وش بس نظافه، الصراحه تعبت جدا. يعني كان الموضوع صعب جدا. الشقق الضيقه الشقق الضيقه اللي بيبقى فيها العفش وناس ساكنه دي، ما بتيجي تعملي فيها اي حاجه بيبقى الموضوع مؤلم جدا الصراحه. كركبه كتير عشان ما عندكيش حته تودي فيها الحاجه، بيبقى الموضوع صعب. تعالوا بقى كمان اوريكم البلكونه. انا عملت فيها شويه تعديلات كده. بصوا البلكونه اهي، انا فرشه فيها نجيله كده وانا مقفلها بألمونتال يعني للناس اللي ما تعرفش اهي. جبت بقى الستاره دي، انت عارفه انتوا شايفينها ولا لا؟ استنوا كده ما اوريكم اهو. الستاره دي انا ركبتها كده على الألمونتال، ستاره بلاك قوي تقيله، بس انا لماها كده يعني اهي. بصوا ومشيتها حلوه قوي، جايباها جاهزه اصلا، يا دوبك جبت الماسوره وركبتها بس على الألمونتال عشان لو الولاد قعدوا في البلكونه محدش يشوفنا من الجيران ولا حد يكشفنا ولا كده. وفرشها نجيله. وجبت ترابيزه من اللي بتتفتح برضو وتتقفل، حطيتها على جنب كده مكان الجزامه القديمه لو تفتكروا. وعملت لها بس القماشه دي عشان حاطه تحتيها حاجات، حاطه البصل البطاطس برطمان مخلل كده لان المطبخ ضيق. وفوق هنا الولاد بقى بتحط الشنط بتاعتهم، بتجيب كرسي وتقعد تذاكر، وتبقى البلكونه ايه متقفله كده محدش شايفهم من الستاره. بس انا طبعا بما اننا اجازات مدارس فحاطه الخضار بتاعي هنا لان التلاجة بتاعتي بايظه، قلت لغايه ما نصلح التلاجة. وحتى كده علقت لهم برواز هنا كان عندي زياده يعني، وبيحطوا الكرسي ويقعدوا هنا. قلت ايه لو حد مشغل التلفزيون يقعدوا يذاكروا هنا عشان بيقعدوا يتعاركوا مع بعضهم وكده. البلكونه ايه تبقى حلوه كده لاني استغلها بقى عشان هي متقفله واستغلها. بصوا والستاره مداريه خالص، مفيش حد من الجيران بيشوفك ولا اي حاجه، وفيها نور ومفروشه وكل حاجه اهو. انا حتى منشره غسيل بره كده اهو. بصوا فانا حاسه ان البلكونه برضو انا مستغلياها، فانا ليه اهد واكسر بقى؟ فهي ليها خصوصيه كده لوحدها لو حد عايز يقعد مع نفسه في البلكونه بدل ما تبقى الاوضه كلها على بعضيها، فعامله خصوصيه يعني اهو. ده شكل الاوضه كلها كده على بعضيها، بس سامحوني مش عارفه الاضاءه مالها الصراحه. بصوا هي الاوضه بسم الله ما شاء الله يعني واخده حاجات كتير، وفيها بردك واسعه يعني اهو. وانا موظفه كل حته فيها علشان تاخد حاجتنا اهو. حطوا لايك بقى لو وصلتوا للنقطة دي. وتعالوا بقى اهو. ودي الصالة، يبقى كده الأوضة والصالة. ودي بقى اوضتي، بس انا في الحقيقة ما بصورش اوضة النوم. انتوا عارفين يعني الناس اللي متابعاني من زمان عارفة اني مش بصور اوضة النوم. في ناس كتير زعلت من الموضوع ده، بس عادي يا جماعة. بصوا انا بالنسبة لي انتوا ضيوف عندي، فالضيوف بيقعدوا في الصالة في اوضة الولاد، ممكن يقعدوا يدخلوا المطبخ يدخلوا الحمام، غير ما بيدخلوش اوض النوم، فمش هينفع معلش سامحوني. دي خصوصية. انا اوضة النوم بتاعتي مساحتها نفس مساحة اوضة الولاد كده، واخده اوضه النوم كامله وترابيزه الكمبيوتر، وكمان فيها
فيها بلكونه صغيره على المنور او جيب صغير على المنور كده. حتى في الغساله الاوتوماتيك والفريزر اللي انا شلته من اوضه الولاد، وكمان ضرفتين دولاب مطبخ حتى فيهم حاجاتي، لان المطبخ هوريهولكوا دلوقتي صغير جدا. فواخده الحمد لله، يعني هي مساحتها صغيره بس واخده الحمد لله حاجات كتير. تعالوا بقى ايه كده ندخلوا المطبخ بقى. المطبخ انا عملت لكم جوله فيه بالتفصيل الصراحه، بس انا هوريكم بقى ان هو ده المطبخ يعني صغير جدا. عشان كده انا حاطه ضرفتين دولاب المطبخ في اوضه النوم الصراحه، جنب الغساله ودي فريزر. طبعا انا طبخه اهو او حاطه الاكل على البوتاجاز. بصوا اهو المطبخ صغنون خالص بس هو واخد حاجات كتير، وجنبه كده الحمام اهو. الحمام برضو حاطه فيه دي غساله نص اوتوماتيك بحورين. انا مش بستخدمها اصلا، بستخدم الاوتوماتيك بس دي ركنها في الحمام كده يعني لوقتها برضو تنفع يعني. اهي مش واخده مكان في الحمام ولا حاجه. الحمام برضو مساحته مش كبيره قوي بس يعني برضك مكفينا. عملت الستاره دي جديده اهي على شباك الحمام، وانا بجيب الستاير، فجبت الستاره دي قطيفه كده وعملتها. بصراحه تكن الحمام كده برضك عشان ساعات الشباك بيدخل هوا وكده، وشكل الشباك خشب اصلا فشكله مش عاطفي قوي، فقلت ايه اعمل عليه ستاره اهو. حمام بسيط خالص وشقه بسيطه خالص والمطبخ بسيط جدا، يعني الحمد لله كل حاجه بسيطه زي بيوتنا المصريه العاديه خالص اهو. بس انا حبيت اعمل لك الجوله يمكن تاخدي فكره ولا حاجه، او حتى لو ما خدتيش فكره يا ستي ممكن تكون شقتك صغيره وقاعده متضايقه منها وعايزه تغيريها وشايفه ان الناس كلها عايشه في حتت واسعه وكده. البيت الواسع حلو وكل حاجه، بس الله المستعان نكيف امورنا على قد يعني ظروفنا. وبرضه دايما لازم نحط ان في ناس اقل مننا وفي ناس مش لاقيه وفي ناس عايشه في عشش وفي ناس عايشه في الشارع وفي التراب، فيعني الحمد لله الله المستعان عندنا 4 حيطان مظبطينهم وموضبينهم، فالمفروض نفرح يعني ما ونرضى باللي ربنا قاسمه لنا، والصغير بكره بيكبر اهو. اتمنى ان الجوله البسيطه دي في الشقه المتواضعه الصغنونه خالص دي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديده. السلام عليكم.